ليه بنخاف نختار نفسنا؟ دي تاني حلقة من سلسلة افهمي نفسك. فلو انتي بنت بتسمعي الفيديو علي الصوت وقتي مشروبك المفضل وتعالي اسمعيني للآخر. عمرك عملتي حاجة انتي مش عايزاها بس عشان ما تزعليش حد؟ او وافقتي على حاجة انتي من جواكي عايزة تقولي لأ؟ او فضلتي جنب شخص بيتعبك بس عشان خايفة تخسريه؟ ليه بنخاف نختار نفسنا؟ يمكن لأننا اتعودنا ان اختيار نفسنا معناه اننا انانيين، اننا لما نقول لا نبقى كده وحشين، او نبعد عن حد بايدينا نبقى كده احنا شخص قاسي، ولما نختار راحتنا نبقى مش مهتمين باللي حوالينا. ومع الوقت بنبدأ نرضي كل الناس وننسى نسأل نفسنا سؤال بسيط: طب وانا عايزة ايه؟ ممكن تلاقي نفسك بتوافقي على حاجات مش مناسبة ليكي، بتسكتي على حاجات بتضايقك، وبتأجلي احلامك عشان تساعدي غيرك يحقق حلمه. وكل مرة بتختاري راحة حد على حساب راحتك بتقنعي نفسك ان ده حب او اهتمام وانك شخص كويس. لكن الحقيقة ان الاهتمام بالناس مش معناه انك تختفي. انك تختاري نفسك مش معناه انك تختاري نفسك فوق الناس، معناه انك تحطي نفسك ضمن الناس اللي بتهمك. ومش معنى انك تحبي حد انك لازم توافقي على كل حاجة، ومش معنى انك بتحترمي حد انك تسمحي له يتعدى حدودك، ومش معنى انك بتخافي تزعلي حد انك لازم تزعلي نفسك عشانه. والأصعب ان اول مرة بتبدأي تختاري فيها نفسك ممكن تحسي بالذنب، هتحسي انك اتغيرتي او انك بقيتي انانية او انك كان مفروض تكملي زي الاول. بس الذنب مش معناه دايما انك عملتي حاجة غلط، اوقات بيكون معناه انك بتعملي حاجة جديدة او حاجة مش متعودة عليها فبتبقي مش مرتاحة لها بس. فاختاري نفسك، حطي حدود وقولي لأ لما تكوني فعلا مش قادرة، وسيبي مساحة لأهدافك لراحتك والحاجات اللي بتحبيها. لانك لو فضلتي طول الوقت عايشة ما تزعليش حد ممكن في الاخر تكتشفي ان الشخص الوحيد اللي زعلتيه طول الوقت هو نفسك. وانتي مش محتاجة تستني لما تتابعي عشان تبدأي تهتمي بنفسك. اختاري نفسك مش فوق الناس لكن جنب الناس. حطي نفسك ضمن أولوياتك، لانك تستحقي تكوني واحدة من الناس اللي بتخافي عليهم، مش اخر واحدة بتفكري فيها. وسؤالي ليكي: ايه الحاجة اللي نفسك تقولي فيها لأ من زمان بس لسه خايفة على زعل الناس؟